سلام، كما تشوفوا اليوم غنحضر معكم المخنفر غير بالفينو، تيجي بنين بزاف وخفيف وبسرعه تيوجد. نتيا خصينا وقت بزاف. نتمنى انه يعجبكم. نبداو على بركه الله. هنا في خلاط كهربائي غنوضع 2 كيسان ديال الماء، يكون دافي شويه ما يكونش سخون بزاف. هنا بالنسبه للخليط غنحتاج فيه غير الفينو، وغنضيف هنايا في الخلاط الكهربائي معلقه كبيره ديال خميره الخبز والملحه ومعلقه كبيره ديال السكر. هنا بالنسبه لهذا الخليط نتوما اللي تتحكموا فيه، بغيتو كميه قليله وكميه كثيره تزيدوا الفينو ولا تنقصوه. يعني كل كاس ديال الفينو غنحتاجوا فيه كاس ديال الماء. بالنسبه ليا انا هنا غندير 4 الكيسان ديال الفينو وغنضيف عليهم 2 كيسان اخرين ديال الماء، ويمكن نزيدو حتى 4 الكيسان ونص على حسب. هكا باش يتخلط لكم مزيان في الخلاط الكهربائي باش ما يكونش ثقيل بزاف على الماكينه. هنا نضيف خماره وحده ونعاود نخلط مزيان. كما شفتوا تيبانوا دوك الفقاعات من الفوق بهذه الطريقه هذه، ونوضعوه في اناء ونخليوه يرتاح، ماشي غير يرتاح، يخمر حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي بحال هكذا. انا خليته تقريبا نص ساعه هكذا، عاد نبداو نطيبوا فيه. بالنسبه للطياب غنوضعوا المقله هكذا تكون صغيره باش يجيونا قياس واحد. نخليوها تسخن، ندهنوها هكا بشويه ديال الزيت، ونوضعوا الخليط ديالنا في المقله ونوزعوه هكا بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا، ونخليوه يطيب. بالنسبه للطياب ديالو من الاحسن نقص شويه البوطه هكذا حتى باش يطيب لنا مزيان من الداخل، ما يجيناش غير مدقص هكذا. من نبغي نقلبوها وطيب لنا من التحت، ندهنوها بشويه ديال الزيت وعاد نقلبوها ونخليوها حتى تحمر من الجهه الاخرى ونزولوها. نبقى على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الطياب ديال الكميه ديالي كامله. هنا غنعاود نطيب معكم واحده اخرى باش تشوفوا. هنا كما بانت لكم، الا بانت لكم هكذا المقله سخونه بزاف، ملي غتوضعوا الخليط غتنقصوا شويه البوطه حيت باش ما يتحمرش لنا بالزربه وتكون هي باقا ما طابتش من الداخل. نبقاو على هذه الطريقه هذه كما تشوفوا. هنا من بعد ما نكمل الطياب ديال المخنفر باش نحصلوا على هذه النتيجه هذه، تيجي زوين بزاف وخفيف. هنا نقطع معكم واحده من بعد ما دهنتها بشويه العسل والزبده. كما تشوفوا تيجي زوين بزاف وبنين وخفيف بزاف، ونتمنى انه يعجبكم. بسلام عليكم، والفيديو الماجي ان شاء الله.